السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. صدام العمالقة الذي لطالما انتظرناه بفارغ الصبر بين المغربي جمال بن صديق والهولندي أليستر أوفريم. هذا النزال هو من أكثر النزالات المنتظرة لهذه السنة، فما هو مصير هذه المواجهة؟ وهل سيواجه جمال أليستر أوفريم أم ستكون هناك نزالات أخرى؟ تابعوا هذا المقطع الشيق لتتعرفوا أكثر عن تفاصيل هذه المواجهة. لكن قبل الدخول في المقطع هناك مفاجأة بالنسبة للراغبين في الحصول على اشتراكات في خدمة APTV. موقع HAM Digital Product يمنحكم هذه الخدمة فقط بالتواصل مع الرقم الذي سأضعه لكم في صندوق الوصف كذلك في أول تعليق. يمكنك اختيار الخدمة التي تناسبك. هناك اشتراكات لمدة سنة كاملة وأيضا 6 أشهر. قم بأخذ الحساب وتجربته أولا وبعد ذلك قم بالدفع. هذا المتجر يمنحكم خدمات أخرى أيضا كزيادة اللايكات والاشتراكات على الانستغرام أو حتى تفعيل قنوات اليوتيوب. كل هذا وأكثر بثمن مناسب جدا. جلوري كولوجين 5 أو جلوري 83 كانت ستكون أحد أعظم بطاقات جلوري على الإطلاق، حيث كان من المقرر أن يقام أحد أكثر النزالات المنتظرة لهذه السنة بين المغربي جمال بن صديق والهولندي أليستر أوفريم. لكن بعدما تم الإعلان عن فضيحة أوفريم بتعاطي المنشطات في نزاله الأخير ضد بدر هاري، أصبح أوفريم مهددا بعقاب شديد وحرمانه من المنافسة في جلوري لمدة 4 سنوات تقريبا. لم يتم إصدار أي قرار في حق أوفريم بعد، لكن إن تمت معاقبته بمنعه من القتال ل4 سنوات فستكون هذه هي نهاية مسيرته في عالم القتال، لأنه يبلغ من العمر 43 سنة. لذلك جلوري أمام قرار صعب للغاية. هي لحد الساعة لم تصدر أي قرار في حق هذا المقاتل، لأنها لا زالت تحتاج إليه. تريد إقامة هذا النزال لأنه سيكون من أقوى وأروع نزالات الكيك بوكسين منذ تأسيسها. هذا النزال سيحقق للبطولة عائدات مالية ضخمة جدا، كون أوفريم هو من هزم بدر هاري، وجمال يبحث عن هذه الفرصة من أجل تحقيق انتقامه لبدر وإثبات أنه المقاتل المغربي الأقوى على الإطلاق. صحف هولندية ومصادر كثيرة تحدثت عن هذا الموضوع، لكن فريق أوفريم كان مصرا بأن تلك المادة التي استعملوها لا تندرج ضمن ما يسمى بالمنشطات. لكن لحد الآن لا يوجد قرار طبي رسمي حول ما حسم في هذا الموضوع. الموضوع كان رائجا بقوة لأن الجميع ينتظر نزال أوفريم ضد جمال، فأليستير ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم ضبطه فيها يستعمل المنشطات، بل فعلها سابقا عندما كان يقاتل في بطولة UFC. فأوفريم الآن مهدد بعقوبة المنع من القتال أو ممارسة أي نشاط رياضي رسمي، لأن لجنة مكافحة المنشطات والتي تختصر بوصانا قوانينها الصارمة جدا. لكن رغم أنه لا يوجد خبر رسمي بتعاطي أوفريم للمنشطات إلى أن كل الاحتمالات تسير في ذلك، لكن إن تمت معاقبة أوفريم ماذا سيستفيد بدر هاري من هذا الموضوع؟ أكيد سيستفيد أن هزيمته سيتم إلغاؤها، وبذلك سنشاهد عودة الأسطورة بدر هاري بمعنويات أفضل، وسنشاهده يقاتل سنة 2023. وهذا خبر صار لكل محبي الأسطورة بدر هاري. إذن كان هذا كل شيء بخصوص هذا الموضوع. نزال جمال ضد أوفريم لن نشاهده إن تمت معاقبة أوفريم. ننتظر قرار جلوري. وماذا ستقول بخصوص هذا الموضوع؟ أجيبوني من خلال التعليقات. من تتوقع بأنه سيكون الفائز إن تم الإعلان عن هذه المواجهة؟ المغربي جمال بن صديق أو الهولندي أليستر أوفريم؟ أنتظر إجاباتكم من خلال التعليقات. قبل نهاية المقطع لا أوصيكم وفضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. كان معكم محسن، إلى اللقاء.